بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحت عنوان خيركم وخياركم، أحب أن نعيش هذه الليلة في ظل البحث عن الخيرية التي امتاز بها من خصه الله تعالى، ولا يخلو مسلم آمن بالله تبارك وتعالى من خير، ولكن أهل الخير يتفاوتون. وبمقتضى النصوص الشرعية فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. السؤال: لماذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس؟ الجواب: لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن هنا فإن الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. السؤال الثاني: من خير هذه الأمة؟ خير هذه الأمة صدرها. ومن صدرها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فخير الناس بعد الأنبياء أصحاب محمد رضي الله عنهم. وإنما قلنا خير الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن. إذن خير الناس الصحابة، ولا تتردد، لا تكن كالذين طعنوا في أصحاب محمد أو الذين تنقصوهم. فإذا سمعت من يطعن في أصحاب محمد أو يقدح فيهم فقل هم خيار الناس، اصطفاهم الله تعالى واختارهم لصحبة نبيه. الخيرية في هذه الأمة تتمثل في أعمال، والناس يتفاوتون في هذه الخيرية. فخير هذه الأمة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من؟ العلماء القائمون بشريعة الله، والذين حملوا هذا الميراث فبلغوه للناس. ودليل ذلك ما رواه عثمان كما في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكل من وفقه الله لطلب العلم فتعلم هذا القرآن أو علمه للناس فإنها خيرية أرادها الله به ووفقه الله إليها. لا يمكن أبدا يا أبا صالح، لا يمكن أن يدرك أحد العلماء، فالعلماء هم خير الناس. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والخيرية بالنسبة للصلاة تمثلت في عمل يسير لو عرفه هذا الرجل والآخر لما اختلفوا. ألا ترون في بعض المساجد كيف يحصل من بعض الناس عند دخول آخر وحرصه على الصف الأول فإنه يمنعه أو يحجزه؟ هذا حرمان. ولو علم أن الخيرية تنال بلين المناكب والتوسع في الصفوف لأفسح له. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. أخبره يا رجل، قل خياركم ألينكم مناكب. ومعنى ألينكم مناكب أي من يفسح للناس ليشتركوا معه في الأجر، فإن هذا من خيريته
وحبه للخير لغيره. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الخيرية خيرية الأخلاق، البساطة وحسن الخلق وبذل الندى وكف الأذى والبشاشة والقول الحسن، كل هذا مطلوب. التأدب مع الله بتوحيده وطاعته وترك محارمه، والتأدب مع عباد الله ببذل الندى وكف الأذى خيرية. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. خياركم أحاسنكم أخلاقا، ولا شك أن حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى. اسمع يا عبد الله، حسن الخلق بذل الندى. أي ندى؟ القول والفعل. وكف الأذى. أي أذى؟ القول والفعل. بذل الندى القولي: يا فلان أحسن الله إليك، إذا سبك فلا تسبه، إذا اغتابك فلا تغتاب، إذا رفع صوته عليك فلا ترفع. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال تعالى في الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال العلماء: ليس البر بالفعل فقط، بل بالفعل والترك. بعض الناس يقول قولا حسن ولكنه يمنع واجبا لأهله، فهذا ليس بار. وبعض الناس يبر بماله ونفقته على والديه ولكنه يرفع صوته ويحد بصره ويبسط قدمه، ومثل هذا ليس ببار. فالبر بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى القولي والفعلي، وكف الأذى القولي والفعلي. هذه خيرية. ومن الخيرية في مسألة الديون القضاء. فإذا اقترضت من أخيك مال فرد عليه، فإن المماطلة في الدين ظلم. وقد صح عن رسول الله: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم قضاء. خياركم أحسنكم قضاء. هذا الرجل إذا اقترض مني 1000 ريال، بعد شهر يردها كم؟ 1000. فإن ردها من نفسه 1100 ريال كان هذا إحسانا في القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اقترض ما اقترض رد بخير مما اقترض، فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خيرية. فانتبه لهذا الأمر وكن عاقل. رد لكن بدون شرط، وأحسن في الرد، فإن هذا من الخيرية. ومن الخيرية الخيرية مع الزوجة والأبناء. فإن الخيرية إلى الزوجة بالصبر عليها والإحسان إليها وعدم مباشرتها بالتقبيح وعدم ضربها، والصبر عليها مع رعايتها والقيام على حقها والقيام عليها بالواجب لها نفقة وإحسانا من الخيرية. وقد يحسن الإنسان إلى جيرانه وقد يحسن الإنسان إلى أقرانه، لكنه يغلظ على زوجه ويغلظ على أبنائه وبناته، وهذا فقدان للخيرية. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي بعض الألفاظ: خياركم لنسائهم. فالرجل الذي يحسن إلى زوجته وإلى أبنائه فيه خيرية عظيمة، وهم أحق الناس بالإحسان منك. أبناؤك، زوجتك، أحسن إليهم،
فالإحسان إليهم خيرية، نفقة، تربية، قياما، إحسانا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها الحديث. ومن الخيرية يا عباد الله خيرية تكون في الناس، يرى هذا ويرى ذلك الرجل فيرى فيه الخير والصلاح وعلامات الاستقامة، فيقال مثلا إن أبا محمد إذا دخل المسجد نعرفه بالصلاة، نعرفه بالنفقة، نعرفه بالذكر، نعرفه بالدعوة إلى الخير، نعرفه بالأمر بالمعروف، نعرفه بالنهي عن المنكر. هذا الرجل إذا رأيناه قلنا لا إله إلا الله، وإذا رأيناه قلنا ما شاء الله، وإذا رأيناه باشرنا العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم من إذا رؤوا ذكر الله. خياركم من إذا رؤوا ذكر الله. وفي المقابل أناس يعرفون بأمنهم واستقامتهم، إن قالوا صدقوا، وإن أخذوا أو عاهدوا لم يغدروا، يؤمن جانبهم ويرجى إحسانهم. ومثل هؤلاء هم خيار الناس. قد يحصل بيني وبينك موقف فأخشى منك، أخشى أن ينقلب علي، أخشى أن يضرني، أخشى أن يسيء علي، أخشى أن يتكلم في عرضي. لست بخيرية إن كان هذا مقامك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. تقول يا فلان أنت أسأت إلى فلان، ما تخشى ينقلب عليك؟ يقول لا، ما أخشى، لأنني أعرفه صاحب خير ما ينقلب عليه. بيني وبينه تقول عشرة؟ لا، مو على العشرة، الرجل مأمون الجانب فلا يعرف منه شر. فمثل هذا من يرجى خيره ويؤمن شره هو خير الناس. وفيما يتعلق عم السيد وفيما يتعلق بالجيران والأصحاب، أي خيرية تكون؟ في حسن الصحبة، في الإحسان إلى الجيران، خيرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. بذلك صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حسن بذلك الألباني هذا الحديث. ومن الخيرية يا عباد الله خيرية تكون في كبار السن. فمثلا أبو علاء رجل كبير شيخ شيبة، وأبو محمد رجل كبير في السن، وعم السيد رجل عجوز، يصح أن يقال شيخ كبير. أقول من كبر في السن وصلح في العمل هذا من خيار الناس. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. يكبر فلا يصلي، يكبر ويسرق، شيخ زان، نسأل الله العافية والسلام. خيركم من طال عمره وحسن عمله. ومن الخيرية أيضا خيرية تكون عند الإنسان في لسانه وفي قلبه. أتعرفون ما هي؟ خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. ما معنى ذو القلب المخموم؟ خير الناس صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال العلماء: ذو القلب المخموم. قيل يا رسول الله وما ذو القلب المخموم؟ قال: التقي النقي، يعني من خلا قلبه من الإثم والحسد، سلم
من الإثم والحسد، لا يسيء الظن ولا يحقد ولا ضغينة ولا كره، يحب المسلمين ويواليهم ويجتنب ما به يكون بعيدا عن هذه الخيرية، فخيرهم ذو القلب المخموم واللسان الصادق، فبهذا تنال الخيرية. ومن خير الناس في الفتن؟ الجواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه يقاتل أعداء الله يخافون منه ويخاف منه. خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان، عارف عنان الفرس؟ خطام، يقاتل أعداء الله يخافون منه، يعني يفرون منه، ويخاف منه لأنه يخشى أن يقتل، ولكنه يجاهد في سبيل الله. ومن خير الناس أيضا في الفتن؟ من سكن المدن؟ لا، وخير الناس رجل سكن البادية، أليس في آخر الزمان؟ وخير الناس من سكن البادية يفر بدينه. إذا جاء آخر الزمان كثرت الفتن في المدن، ما بقي إلا أن يفر، لأنه إذا سكن رؤوس الجبال ومواقع القطر، شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه. هذا لا شك أنها خيرية جعلته يترك الدنيا ويطمع فيما عند الله. هذه بعض أنواع الخيرية المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ابتدأناها بخيرية الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ثنينا بما عليه صدر الأمة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس، ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم، وهكذا تابعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. ثم أشرنا إلى بعض الأعمال والأقوال والعقائد مما يجب علينا التذكر والاتعاظ بذلك، على الله أن ينفعنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يمنحنا الخيرية في الدين، وأن يجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه، وأن يرزقنا الخيرية لأهلنا ومجتمعاتنا، وأن يجعلنا صادقين في أقوالنا، ناصحين لربنا ولكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأئمتنا وعامة المسلمين، إن ربي لسميع الدعاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.